السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحلقة جديدة نتكلم عن مباراة الأهلي ويانجا أفريكانز. الجولة الختامية في دور المجموعات اللي انتهت بفوز الأهلي بهدف حسين الشحات. هنتكلم في نقاط كتير مهمة في المباراة، وهنتكلم برضو يعني عن أرقام الأهلي عملها بعد الصعود كأول مجموعة. فيعني المباراة زي ما انتوا تابعتوا، يعني كانت بادئة بريتم هادي، رتم الأهلي اللي هو مش يعني دافع أوي الهجوم، ولا اللي هو بادئ المباراة اللي هو حماسي، يعني اللي هو مستعجل على الجون ولا أي حاجة. لا عادي، المباراة بدأت بريتم هادي. وبعدين بعد اللي هو أصلا بعد ربع ساعة أو بعد 16 دقيقة كده تقريبا، الأهلي ابتدى اللي هو يعمل هجمات خطيرة، وراح بكورة الحكم حسب أوفسايد. كان علي معلول لعب بلتاو وتو سجلها. و... وجت برضو كورة كده، كان بعدها بحوالي 10 دقايق كده، كان ضربة جزاء صحيحة والحكم ما حسبهاش. يعني وانت طبعا عارفين إن التحكيم في افريقيا بيبقى عامل ازاي، يعني مش اول مره نتكلم عن حته التحكيم في افريقيا، ولا ان دور المجموعات من غير فار. زي برضو مباراه ميدياما كان في ضربه جزاء صحيحه للاهلي برضو، ما اتحسبتش. يعني مش اول مره اصلا. والتحكيم في القاره حتى لو في فار، اللي هو يعني انت عارف هو بيعمل فيك ايه. و الأهلي اللي هو فضل ضاغط لحد الشوط الأول، بيعمل هجمات وبيروح بكور وكور خطيرة، وبيعمل بينية اللي بتتلعب دي اللي هي كويسة جدا، راح بالبينية دي كتير. حتى الكرة بتاعت الجون يعتبر هي نفس الفكرة يعني. المهم بدأ الشوط التاني، مع أول هجمات في الشوط التاني اتلعبت كده كرة كويسة جدا. حسين لعبها لمعلول، أما معلول اللي هو الضم كده، بحس الحارس ضم عليه، أما مريحها بطريقة حلوة كده لمعلول، اللي هو يعني اداله بسبوسة كده، جاب جون سهل سلس يعني جدا. آه يعني جون كويس. وجون حسين ده يعتبر النهاردة يعني بقى رابع هدافين، بالتساوي مع كابتن وليد سليمان طبعا. يعني واحدة واحدة، يعني ابتدى يعتبر يبقى ايه من الهدافين التاريخيين للنادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا. وهو يعتبر السنة دي مسجل بتاع 3 أجوان أهو في دوري أبطال أفريقيا في الدور ده بس. في دور المجموعات هي طبعا الأجوان بتتحسب عامة يعني، من دور المجموعات. هو تاني تقريبا الهدافين بتاع البطولة. الأول كان تقريبا جايب 4 أجوان حاجة زي كده يعني. وبرضه يعني بيقول الأهلي عدى دور المجموعات بدون هزيمة، يعني من 2008. يعني ده الرقم ده النهاردة. يعني من 2008 دي كان آخر مرة حقق الأهلي اللي هو عدى من دور المجموعات من غير هزيمة. وبرضه من الحاجات الكويسة اللي تتحسب لكولر، ان انت في دور المجموعات ده يعتبر الدفاع بتاعك يعتبر كان كويس جدا، عكس ادوار المجموعات التانية. عكس السنة اللي فاتت، انت السنة اللي فاتت كان داخل فيك حوالي 7 ولا 8 تجوان. السنة دي لا، هدف وحيد. يعني في تطور ملحوظ في الدفاع. ده بغض النظر اصلا ان عندك اصابات كتير في الخط اللي ورا ده، ما بين ياسر وما بين متولي، وبتلعب برامي ربيعة وعبد المنعم. وغير يعني انت برضو في مباريات كتير، اللي هو انت بس ساعات بتبدأ بكريم الدبيس وبتلعب لعيبة تانية. فدي حاجة كويسة. وغير برضو الحارس الأساسي عندك مصاب، والنهاردة شوبير برضو عمل مباراة كويسة زي المباراة اللي فاتت، وحقق كلين شيت تالت ليه في أفريقيا، التالت على التوالي اللي في أفريقيا. فدي حاجة كويسة، ودي كلها يعني مؤشرات كويسة جدا. أما بقى نيجي بقى لحتة النهاردة كان في برضو كور كده غريبة من إمام، اللي هو بحس يعني أنت كان ممكن تتعامل مع كورة أحسن من كده، أو تبصيها لوسام يخلص. كان جاي له أكتر من كورة، وهو بيتحرك كويس وتمركز كويس. يعني السهل لازم تلعب السهل اللعيب، لازم إنك تديله كور، لازم إنك تلعب إيجابي أكتر من كده مع الفريق. لازم يعني تقدر زمايلك اللي جنبك واللي حواليك يعني. مش لازم فكرة لعيب واحد اللي هو تبصيله أو تلعب له الكورة. مش لازم فكرة إنك ترقص أو تجيب جون جمالي. لا عادي، أنت تلعب السهل، تلعب اللعب
الجماعي الجمالي، ده بيبقى مفيد، ودي كرة الأهلي عامة يعني. و... وبرضو يعني برضو النهاردة كولر قدر يحقق اللي هو عاوزه. قدر إن يعمل يعني يعمل تشكيلة كويسة برضو، ويخرج باللعيبة من غير إصابات، ويقدر برضو يريح لعيبة تانية، اللي هو يلعب بلعيبة تانية برضو، بحيث اللي هو يبقى إيه، يحافظ على اللعيبة بتاعته قبل مباراة الزمالك قبل نهائي الكاس. ودي حاجة كويسة تحسب لكولر، اللي هو بيقدر يكسب ازاي، بيقدر يفوز، بيقدر يعمل تدوير ما بين اللعيبة، يقدر يريح اللعيبة، يقدر يحافظ على لعيبته كويس، يخرج بالكلين، يطور يعمل تطوير في الدفاع كده، ي- يتعامل مع المباراة كويسة، حتى لو اللعيبة اتعاملت برعونة وبتضيع كور كتير، اللي هو بيقدر يكسب. فدي حاجة كويسة تتحسب له. وفي النهاية لو عجبتك الحلقة يعني ادعمني بلايك وكومنت عسل كده زيك. ولو انت أول مرة تتابعني اشترك، سواء بتتابعني على اليوتيوب اشترك في اليوتيوب أو على التيك توك، اعمل لايك والإكسبلور بقى. السلام عليكم.